السلام عليكم اساتذه. بالنسبه عندنا هذاك المشكل ديال السبوره البيضاء اللي فيهاش الخطوط. حاولت ندير هاد ورقه طويله، سطرتها باللون الاخضر والازرق باستعمال مسطره، وعطاتني هاد الشكل هذا، يعني مسطر زوين نقدروا نستعملوه في الكتابه ونقدروا نحترموا المقاييس. هذه غادي ندير ليها واحد غندير لها بلاستيفيكاسيون، غادي ندير لها واحد البلاستيك من الفوق باش نقدر نكتب فوق منها بسهوله، وغادي نعلقها في السبوره البيضاء. دونك هذه هي البلاستيفيكاسيون اللي قلت لكم، كتباع في المكتبات. غنشدها وغنلصقها فوق هاد الخطوط اللي درت. من بعد ما درت هذيك البلاستيفيكاسيون، البلاستيك لا كتكون لاصقه، كتكون كتباع سو فورم دو غولو. هو هذا، وكتلصقوا. انتبهوا معاه حيت كتكمش، يعني خصو يكون شي واحد كيعاونكم. فوالا، دونك نقدروا نكتبوا مثلا، نكتب ام ال مثلا دبليو، ياك نقدر نمحيها. تري بيان. دونك هذه كتساعد باش نحترموا المقاييس في الكتابه. بهذه الطريقه نقدروا نعاونوا التلاميذ المتعثرين في الخط باش كيشوفونا كنكتبوا بالمقاييس وحتى هما كيديروا نفس الشيء. كاينه طريقه واحده اخرى، هي الستيلو يكون بيرمانون، ما كيسمحاش كنسطرو يكون ستيلو ازرق بيرمانون، ستيلو اخضر بيرمانون، كنسطرو في السبوره ديريكتومون وما كيسمحاش، يعني كنكتبوا فوق منه وما كيسمحاش. هذه طريقه واحده اخرى. كنتمنى انكم تجربوا هاد السبوره، نفعتني بزاف، ومن طريقها ولاو التلاميذ كيقلدوني كيديروا نفس المقاييس وكيكتبوا بخط جميل. حيت في الاول فاش كنت كنسطر كانوا حتى هما كيسطروا